عارفين زنقة الكلاب. احنا المصريين نحب زنقة الكلاب جدا. انت مالكش حاجة، لعبت من غير ليزر وخسرت برضو. يلا يا فراعنة، يلا فين، يلا بره البطولة. كابتن مرموش، اين انت كابتن مرموش؟ اه كابتن مرموش جه شاط كورة كده في الدقيقة 95 تقريبا، في اخر ماتش، اللي هي الكورة الوحيدة اللي احنا شطناها في الماتش كله. لا طايقهم ولا طايق اتكلم عن مصر ولا طايق البس التيشيرتات دي ولا طايق اي حاجه. احنا كلنا دلوقتي عباره عن 120 مليون ابراهيم فايق. كلنا قرفانين، كلنا غضين. انت بزنقة الكلاب ليه بتحب زنقة الكلاب؟ عشان انت اول ما دخل فيك الجون بدأت تلعب زي البني ادمين الرجاله، بدأت تهاجم اخيرا. فانت مستني ايه بقى؟ مستني اخر 10 دقايق في الماتش؟ مستني اخر 10 دقايق عشان تطلع تهاجم لما يدخل في الجون؟ ها، استهوان واستهتار. وكنا بنقعد نقول ان الروح ومش الروح هي اللي بتعدينا، ولا روح ولا نيلة ولا خرا. دي اللعيبة كلها بتلعب برجل واحدة. احنا لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل بنطلع بالمنظر المقرف ده؟ احنا كان عندي نلعب حلو، نلعب رجالة ونهاجم. نهاجم واللي يحصل يحصل، ان شاء الله نخسر 3-1 مثلا، بس على الاقل يبقى شكلنا مشرف، عملنا اللي علينا، عارفين ان احنا جبنا اخرنا. لكن انت خايف، انت نازل خايف وهو نازل برضو مقلق منك حاجة بسيطة. بس لما لقاك لا مؤاخذة كده عيل، تمام، لما لقاك كده بدأ بقى ايه، يهاجم. هو بقى بدأ يعمل كل حاجة. الشوط الأول كان عبارة عن أموات بيلعبوا بعض، فرقتين ميتين. هما كانوا أحسن منك شوية، بس الشوط التاني أنا قلت يبقى فيه اختلاف. بس هما دخلوا أوضة اللبس طلعوا فاهمين حاجة، عندهم فكرة، احنا ما عندناش أي فكرة عن أي حاجة. دخلنا اوضه اللبس تقريبا شربنا عصير وخلاص وطلعنا على كده. خدوش اي معلومه مفيده من حسام حسن ان هم يلعبوا كوره ايه ولا هيعملوا ايه. الشوط التاني زي الشوط الاول، هو احمد زي الحاج احمد، لحد لما دخل فينا الجون وبدانا نلعب شبه رجاله. يعني احنا كنا مستنيين زي الكلاب عشان خاطر نبدا نلعب كوره. طب ما نكمل اول، ما تفهمش بقى. لما بدانا نهاجم جالنا ركنيه، جالنا اول ركنيه في الدقيقه حاجه و90 برضو، وشوطنا اول كوره. طب ما كمل اول، ما كنت تعمل الكوره ده من الاول. ما انت كده كده في الاخر بتخسر، هتفرق ايه؟ يعني انت في الاخر بتخسر، بس هيتقال عليك ان انت جبان، هيتقال عليك ان انت خايف. فبدل ما كنت تبقى خايف كده، لا كنت تلعب كورة. هاجم من الاول واخسر يا عم، ان شاء الله تخسر 3-1، اخسر سكور مش مشكلة. انا بجد مش عارف لحد امتى الحوار ده هيفضل يتعاد هو كل بطولة، نفس الهم هو، وبقينا كلنا ابراهيم فايق. اكتب هاشتاج تحت في الكومنتات كلنا ابراهيم فايق. 120 مليون مصري. الفرقة دي ما بقتش بتلعب كورة، احنا ما بقناش عندنا امل فيكو خالص. والبطولات الجاية بقى مش عايزين بقى تطلعوا بقى تعملوا اعلانات وتقولوا يلا يا فراعنة ومش يلا يا فراعنة. مش عايزين منكم اي حاجة، ولا انتوا عايزين ولا انتوا هتاخدوا مننا اي حاجة، ولا هنشجعكم ولا اي حاجة. لان انتوا مالكوش في الكورة، واحنا خلاص زهقنا منكم ومبقاش عندنا امل. الناس اصلا هتلاقي تطلع بتضحك، في ناس مبسوطين، في ناس مش فارقة معاهم عادي. مصر بقت بتخسر خلاص، بقينا كأننا مثلا زي ايبار مثلا، الرايو فايكانو. خلاص بقينا فرقة او منتخب ضعيف. فجأة بنلاقي نفسنا في نص النهائي مثلا بنخاف، بنلعب حلو مثلا في الاول دايما، بنلاقي نفسنا في نص النهائي ايه، هنتوتر بقى، هنلاعب السنغال، لا ودونا على وشنا، وهم كانوا بيلعبوا اصلا بنص مستواهم كمان. لا فخسرنا منهم. يعني انت كنت عايز تكسب السنغال وتخسر في النهائي، اديك حتى ما عملتش اداء مشرف. الناس كلها مصدومه ومستغربه برضو، ان ما كانش متوقعه كده. انت كنت عايز تكسب السنغال لانك معاك طار بايت، والليزر ومش ليزر، ما بقاش فيه ليزر، بس انت ما بقتش موجود برضو. يعني انت قعدت تتحجج قبل كده بالليزر ومش الليزر، مفيش ليزر، عملت ايه بقى؟ ولا اي حاجه. انت ده مستواك، انت ضعيف، انت مبتعرفش تلعب كورة، فما تقعدش بقى ايه، ما نقعدش بقى نعلق احلام وبتاع. احنا الفرقة كلها عايزة مؤهل نفسي، 22 لعيب بالمدرب عايزين مؤهل نفسي عشان نرجع نبقى عندنا ثقة في نفسنا. الموضوع مش موضوع فنيات والكلام ده. مفيش غير هو بس الحسنة الوحيدة امام عاشور، الواد يعني شبيه دي بروين الغلابة مثلا تقدر تقول. الباقي كله زي الخرا. واد بيلعب حلو وبيعرف يرقص وبيعرف يدي باصات كويسة ويوصل على الجون. الباقي كله زي الخرا. والجون اللي دخل فينا الشناوي كان ممكن يصده، كان ممكن يعمل تراي حتى كرة جنبه، بس هو عجوز طبعا، انا عنده 37 سنة، فهيحاول ايه ونيلة ايه؟ لا يا عم. فاصلا مش عارفش ايه اللي بيخليه يلعب، يعني مش عارف ايه اللي بيلعبه اصلا. مصطفى شوبير بيعمل ايه؟ ما قاعد. بس ما علينا، مش هتفرق برضه. الشناوي ما كله كان وحش اصلا، مش هو بس يعني، بس على الشناوي يعني كله زي كله زي بعضه، كله زي بعضه، ارميهم في اقرب زباله. بالنسبه لي خلاص المنتخب ده بالنسبه لي انا ما بقيتش يعني عايزه ولا مش عايز اتفرج عليه. انا رميته بتاع المنتخب، ما بقاش فارق معايا خلاص. واحد كان بيقول كلمتين اخر مره اقول الكلام ده،
وخلاص بقى على كده، إحنا ما بقيناش نصلح للعب كرة القدم بقى، يعني ممكن نتابع بقى منتخب مصر في الفولي بول، في السباحة، لكن في كرة القدم ما فيش أمل يا باشا. كله بيلعب بالشوكة والسكينة، كله خايف، كله ما فيش رجالة، قعدنا نقول الرجالة الرجالة، ما فيش رجالة، ما فيش أي حاجة. اتفرج على المغرب، شوف المغرب ونيجيريا بيلعبوا ازاي، شوف الماتش اللي حصل بينهم، شوف الدنيا كانت بينهم جامدة ازاي. انت ضايع، انت ما جيتش. فرق شاسع بينك وبين المغرب، فرق شاسع بينك وبين نيجيريا. انا كنت متخيل ان احنا هنكسب السنغال وهنخش نخسر في النهائي، لكن اللي حصل النهارده ده لا كان على اللحن ولا على البياتي بصراحة، يعني ما كانش حد متوقع ده خالص. اللي حصل ده كان حاجة مفاجأة. انت عندك طار معاهم قديم، يعني خدش على دمك يعني دافعت قاعد بتدافع شغل اتلتيكو مدريد، بعد كده بتلعب لي كور طويله على اساس يعني ان انت عندك لوك ديونج قدامه كريستيانو مثلا، وما حدش بيطلع يجيبها، والكور بتقطع في ثانيه، وما بتعرفش تكمل 5 باصات على بعض، 5 باصات 4 باصات، مش عارف تكمل باصات على بعض. وتريزيجيه طبعا لعيب خرا، ومرموش واناني، وكله اناني، كله عايز يرقص، كله عايز يتحنكش، وحاجة يعني في منتهى القرف. واحد يعني بيتفرج على كرة أوروبية يجي يتفرج على كرة محلية سواء منتخب أو دوري، لا ما حد يعني، ابعد ابعد خالص عن الحتة دي يا ابني. لو انت ما تتفرجش على كورة وناوي تتفرج، ابعد عن المحليات، ابعد عن الحاجات دي خالص، فخليك في كرة أوروبية، وابعد عن الكلام ده كله. يعني وجع قلب بصراحة، الدنيا صعبة صعبة. المنتخب خلاص خد مننا يعني كتير، ولن نعطيه أكثر من ذلك، وكفاية عليه قوي كده. يعني وخلاص بقى، كفاية بقى فرجة على منتخب مصر، وإن احنا ملناش في كورة، احنا ملناش في كورة بس.